يعني انت مثلا من اول السنه تبقى مذاكر وفارم الدنيا، وتيجي في اخر شهرين دول علشان بعض الاخطاء البسيطه اللي انت ما تاخدش بالك منها تروح في داهيه. ممكن زميل ليك تاني يعني ربنا يوفقه طبعا ويوفقك طبعا، يبقى مؤثر عليه تراكمات واي حاجه حاجات كتير جدا، ولكن ربنا يوفقه ويقدر ان هو يركز الفتره دي كويس، هيلم المنهج كويس جدا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. يعني اكلمكم النهارده على بعض النصائح اللي تخلي بالك منها في شهر 4 اللي هو يعتبر شهر مهم جدا 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 في الثانويه العامه. والشهور اللي جايه دي هي اللي بتفرق بين شخص ذاكر ومجتهد ولو مركز هيعرف ده فعليا. انا مش كلام، مش اي كلام وخلاص، لا الكلام يعني حقيقه. يعني انت لو مركزتش الفتره الجايه دي وايا كنت اللي بتعمله الفتره الجايه او الفتره اللي فاتت، يعني هتروح في داهيه في المجموع وفي الامتحانات والدنيا كلها. تاني حاجه، لو انت شخص مقصر واهتميت بالفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هتقدر ان انت تظبط دنيتك. ركز بقى في كل كلمه هقولها لك وحاول تنفذ النصايح، علشان باذن الله لو انت مستواك لحد ما كويس جدا او انت ماشي كويس هتفضل محافظ على المستوى الكويس ده، ولو انت عندك بعض المشاكل او اي حاجه هتقدر ان انت ان شاء الله تتخطاها وتوصل لحاجه افضل. فسريعا كده بقى، لايك جميل، ما تنساش اللايك، ما تعديش كده، ما تحطش لايك، لا لايك جميل، سبسكرايب اجمل. واخر حاجه ما تنساش اخواتنا من الدعاء علشان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم ويعدوا الفتره دي على خير. اول نصيحه ودي المهمه، اوعى تضيع منك وقت الفتره الجايه خالص. ما ينفعش ان انت تضيع منك وقت خالص. اليوم اللي هيعدي منك هتندم عليه بعدين فعليا. لو انت كان مستواك كويس وجيت اهملت او ضيعت وقت منك وايام منك، ممكن تيجي اخر السنه او على الامتحانات يعني تلاقيك مش لامم منهج كويس، عكس واحد تاني ممكن يستغل كل لحظه في اليوم بتاعه بعد طبعا يعني احنا في العشر الاواخر من رمضان، بعد ما يبقى شغال في العباده كويس، في نفس الوقت يشتغل في المذاكره بتاعته كويس ويقسم وقته كده ويشتغل تمام. فدي من الحاجات اللي خلي بالك منها، اوعى تضيع وقتك. لو ضيعت وقتك الفتره الجايه دي هو خلاص ما فيش وقت، فانت لو ضيعته هتعمل ايه تاني؟ فركز كويس جدا، اوعى تضيع منك وقتك كده، رتبه نظمه. الحاجه اللي بتضيع وقتك شوطها. خلي في حياتك الفتره الجايه حاجتين مالهمش تالت، المذاكره والعباده بس. غير كده مش عايز حاجه تاني، مش محتاج ان انا اقعد اخرج كل شويه مع زمايلي واتفسح والكلام اللي بيحصل ده، مش محتاج انا الكلام ده. ادوس على نفسي شهرين زي ما بيقولوا كده، يعني اعصر على نفسك ليمونه تمام، واقعد ذاكر علشان بعد كده ما تندمش. الثانيه ودي كانت المفروض الحاجه الاولى، هو هل في وقت ان انا ابدا اصلا ولا ما فيش وقت؟ يعني انا لو بدات ولسه عليا تراكمات هلحق المها، ولا انا لو ما بداتش هلحق الم؟ طب انا دلوقتي لو شغال كويس هل انا كده في الامان؟ تمام، دي الاسئله ايه، وده السؤال اللي هو الاهم. بص، انت لحد ما يدخل لجنه انت لسه مش مظبط منهجك خالص، وده الشعور ده بتلاقيه عند كل واحد مجتهد حاطط في نفسه ان هو عايز يوصل لحاجه كويسه وعنده ثقه في ربنا، دايما حاسس ان هو ناقص، ما بيحسش بالكمال. اي شخص يحس بالكمال او ان هو وصل لمرحله التوب خلاص مش محتاج حاجه تاني، ده هيقع ورقبته تتكسر. انا بكلمك بصراحه تمام. فدي اول حاجه، لو انت شخص بتذاكر وكده دايما تحس ان انت عندك نقص، حاسس ان انت مش لاقي الدرس كويس، مش لاقي المنهج كويس برغم ان انت عمال تذاكر وتحل. فده شعور طبيعي تمام، ده شعور طبيعي بتلاقيه عند الناس اللي هي المجتهده اللي ربنا رزقهم التواضع والهدوء، واللي ان شاء الله باذن الله يوصلوا لحاجه كويسه. الحاجه الثانيه بقى، لو انت عليك تراكمات كتير جدا او انت لسه ما بداتش، تاكد ان في وقت. ولكن خليني زي ما قلت لك على حاجه قبل كده بعدها لك تاني. دلوقتي واحد بدا ان هو يمشي مثلا مسافه 100 كيلو النهارده، غير واحد هيبدا بكره، وغير واحد بدا امبارح، فاهمني؟ فهو نفس الفكره. يعني الشخص اللي مثلا اللي بدا المسيره دي من شهر 3 اكيد مش زي اللي هيبدا دلوقتي، اكيد مش اللي هيفضل مأجل لحد شهر 5. ايوه، ده الموضوع، ان انت كل ما تبدا بدري كل ما بيبقى معاك وقت اكتر. ويمكن ده انا قلت ان انت ما تضيعش وقت، لان انت الفتره الجايه دي فعليا مش عايز منك ان انت تضيع وقت. تالت حاجه بقى، ودي اللي كله يسال عليها، هو نظام المذاكره او مثلا نظام المراجعه. يعني هل انا مثلا لو انا براجع دلوقتي او بلم الحاجات اللي عليا، اشتغل مع نفسي ولا اشتغل مع المستر ولا اشتغل منصات ولا اليوتيوب افضل ولا ايه بالظبط؟ يعني وسط الزيطه دي هقول لك على الخلاصه. اولا، نظام المذاكره هيبقى ازاي؟ في ناس بتلتزم على جداول المذاكره ربنا يوفقهم ويزيدهم ويفضلوا مستمرين، انما 90% زي العبد الله مثلا
بالطلبه، ما بيمشيش على جدول المذاكره خالص. تمام. ماشي، الحل بقى نعمل ايه؟ تعمل حاجه من اتنين، يا اما ان انت الكلام ده مع نفسك بقى قبل ما تنام في ورقه وقلم، تمام، تكتب الابواب اللي انت هتراجعها او اللي انت هتذاكرها تاني يوم. تيجي تاني يوم ايا كان اللي هيحصل ما تغيرش الابواب دي خالص، لان انت فكره ان انت بتقوم من النوم لسه بتفكر انت هتذاكر ايه وعمال تغير في الابواب اللي هتذاكرها وتروح الباب ده وترجع الباب ده، ده بيضيع منك وقت. وانا قلت اهم حاجه واول ملحوظه ان انت ما تضيعش وقت. ففكره ان انت تعمل يعني قائمه قبل ما تنام بالحاجات اللي انت هتذاكرها وتخليها حاجات قليله بحيث ان انت تخلصها وتحل عليها كويس، دي حاجه كويسه جدا، ودي حاجه هتساعدك ان انت توفر وقت كبير جدا. دلوقتي عايز ابدا مراجعه، ابدا مع المستر ولا ابدا مع نفسي؟ والله انا هقول لك اللي أنا كنت بعمله. تمام؟ اللي أنا كنت بعمله ان انا كنت عامل ميكس ازاي؟ شغال في نفس الوقت مع يعني مع المستر اللي هو بيراجعها، في نفس الوقت انا بذاكر مع نفسي. ولكن برضه عشان اكون صادق معاك ده مش في كل المواد. انا ماده مثلا زي العربي المستر قال ذاكر اول وحده نحو، بذاكر اول وحده نحو بس واحل عليها. ليه؟ لان انا لحد ما مستواي فيها كان كويس، تمام، مش محتاج ان انا ادوس اكتر يعني. انما لو جيت لي ماده زي الفيزياء انا مستواي كان ضايع فيها. طب عشان اعدل الحاجه دي كان لازم ان انا المستر مثلا يدينا اول فصل او اول باب مذاكره لعبد الله، لا ضيف عليه جزئيه كمان، حل اكتر، يطلب مني مثلا كتاب حل، حل كتابين حل، اراجع القوانين تاني، اسمع شرح تاني، فاهمني؟ فاللي هو انا مع نفسي بزود الحاجات اللي تخليني ابقى متمكن في الماده وان انا اعالج المشاكل اللي عندي في الماده. فيا ريت تكون فهمت النظام ده، سواء نظام مراجعه او لم المتراكم. زي ما قلت لك هتشتغل مع نفسك، اللي هو انا كل يوم اظبط حاجات معينه والمستر في الدرس بقى اسمع شرحه بس او ماليش دعوه بيه. في ناس بتعمل كده وبتستعين باليوتيوب. وزي ما قلت لك يعني انت حاول تعمل ميكس كده زي ما قلت لك، اللي هو انا هشتغل مع نفسي وفي نفس الوقت افضل شغال مع المستر. يبقى ده كده كان بالنسبه لجدول المذاكره وكان نظام المراجعه مع نفسك ولا مع المستر. وزي ما قلت لك ان افضل نظام هو نظام الميكس، بتظبط الدنيا كده مع بعضيها وبتبدا ان انت تشتغل. الحاجه الثانيه برضو المهم اللي لازم اقولها في الفيديو ده، وهي انا قلتها برضو المره اللي فاتت وبقولها دلوقتي وبقولها الفيديو الجاي، عالج المشاكل اللي عندك. ما تدخلش الامتحان بحالتك دلوقتي. حالتك دلوقتي انا عارف ان انت مش راضي عن نفسك، فانت لازم اللي هو انا دلوقتي معايا ورقه وقلم بكتب المشاكل اللي عندي. انا شخص بتوتر لما اتحط قدام امتحان شامل، انا شخص مش بركز في الاسئله السهله، انا شخص مش بفهم الاسئله الصعبه، انا شخص مش بعرف الم الدرس كويس. ورقه بالمشاكل دي وابدا 1 2 3 احل فيهم مشكله. تمام؟ لو بدات مشكله مع كل حاجه مكتوبه هتلاقي نفسك بدات تعالج المشاكل دي، لان انت في الامتحان زي ما قلت يعني احنا مش بنوصل لدرجه الكمال، ولكن احنا بنحاول نوصل لدرجه اللي هو ايه، ما يبقاش فيه اخطاء، اتفادى الاخطاء كلها، اوصل لدرجه كويسه، فاهمني؟ فدي من الحاجات اللي انا عايزك تعملها الشهر ده باذن الله، ان انت اخطاء عندك تبدا تعالجها. في نهايه الفيديو حابب افكرك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هنا في الايه ربنا بيامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يستمر على العباده حتى ياتيه الموت. اليقين هنا يعني اهل التفسير قالوا ان هو الموت. وهنا طبعا يعني انا مش بشبه الايات بالمواقف الدنيويه، ولكن احنا بنحاول نستخلص منها العبره. انت تفضل مستمر على العباده، طبعا ما حدش ينقطع عن العباده، عن العمل الصالح، عن كل حاجه بيعملها في رمضان، لان احنا الله اعلم اكيد هنفضل عايشين تاني. ما ينفعش ان احنا نختص بالعباده شهر رمضان بس. وكذلك المذاكره، ما ينفعش ان انا دلوقتي اروح مثلا اتفسح واضيع وقت واعمل كلام كده ماليش لازمه واسيب المذاكره. لا، انا هفضل اذاكر لحد ما ادخل لجنه، هفضل اذاكر لحد ما امتحن، هفضل اذاكر لحد ان شاء الله باذن الله ما ادخل لجنه واطلع سعيد. تمام؟ فده كان فيديو النهارده، اتمنى منك بقى لايك جميل، سبسكرايب اجمل عشان الفيديو ينزل تسمعه. ثالث حاجه ما تنساش ان احنا عاملين جروب تليجرام بنلم فيه المنهج كويس جدا والمعسكرات، فهتلاقي الرابط في اول تعليق مثبت. وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء، وعذرا يعني لو في اصوات في الفيديو، بس في شويه اطفال بقى رمضان كريم وبتاع لحد الصبح سهرانين، فما اعرفش اسكتهم بقى، فاللي هم انا سجلت لكم الفيديو ده، ونلتقي باذن الله في فيديو جديد.